بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. الوصفة بتاعتنا النهاردة وصفة سهلة جدا جدا جدا، اللي هي الستريبس. الستريبس عندي صدر فرخة كانت عندي، وبصراحة يعني اللي بتعمل الوصفة دي بصراحة مش أنا، دي بنوتي. ربنا يخلي لنا بناتنا يا رب كلهم ويبارك فيهم ويحفظهم. هي اللي عملت الوصفة دي بمنتهى الأمانة، وبصراحة أنا ما شُفتش الوصفة دي وما أعرفش إنها اتصوّرت، وما أعرفش عن الأكلة دي أي حاجة غير لمّا لقيت الأكل قدّامي عشان آكل، الصراحة يعني أنا مش هاكذب. فدلوقتي معانا ستريبس، وكمان حطّيت عليهم الدبوستين والجناحين. حطّت إيه التتبيلة بتاعتهم إيه، عبارة عن نُص معلقة فلفل أسمر، معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر، معلقة بابريكا، ونُص معلقة ملح، وكمان نُص كوباية لبن أو زبادي المتوفر عندِك. ما فيش لا لبن ولا زبادي ما تحطّيش عادي، ممكن تحطّي بس البهارات دي أو التوابل دي وتتبّليها بيها، لكن اللبن أو الزبادي بيخلّي اللحمة بتاعة ال الفراخ أو أي لحوم تلاقيها إيه juicy كده، يعني طرية من قلبها. دلوقتي حطيناها، حطّت عليها التوابل وخلاص، غطيتها بكيس بلاستيك وهتسيبها بقى ساعة، نُص ساعة، الوقت المتوفر عندِك. عادي على فكرة أنتِ ممكن تحمّريها على طول، ما فيش مشكلة. برضه نفس التوابل اللي إحنا استعملناها قبل كده في النقع، اللي هي البصل باودر والتوم باودر والفلفل الأسمر والملح والبابريكا، ومعانا بيضتين صغنّنين أو بيضة كبيرة، براحتِك خالص، ومعانا كوبايتين دقيق أو كوباية ونُص. حسب الكمية اللي معاكِ بتاعة الفراخ. دلوقتي حطّت كل البهارات أو التوابل بتاعتنا على الدقيق، هتقلّبها كويس مع بعضها عشان البهارات والتوابل بتاعتي تتوزّع في الدقيق بالكامل، لإن إحنا هنقسم كمية الدقيق اللي معانا دي. طبعًا بتقلّبها كويس عشان خاطر إن كل الدقيق يبقى فيه نفس كمية البهارات بالتساوي. وبعد كده قسمتها أهي في العلبتين أو في البولة أو يعني الحاجة اللي أنتِ بتستعمليها. هتقسم بقى نُص كمية الدقيق هنا، ويعني مش هيبقى نُص بالضبط، يعني هيبقى تِلت وتِلتين، تمام. هيبقى التِلتين هيبقوا ناشفين، وهيتضاف عليهم بعد كده، هنحط عليهم معلقة حاجة كمان تخلّيه مقرمش أكتر، إضافة تانية يعني. وده هيتحط عليه الكمية بقى اللي في العلبة دي هيتحط عليها البيض ده. مش عايزة تحطّي بيض، ما فيش مشكلة، ممكن تضيفي عليها تقريبًا نُص كوباية مَيّة، حسب يعني ما هتشوفي القوام بتاعها. يعني المفروض إن هي تبقى القوام زي ما هتشوفيه دلوقتي. هي طبعًا عشان كانت بتصوّر فما عرفتش تكسر بيضة بإيد واحدة، زي ما أنتِ شايفة خلّت القوام بالسُمك ده، يعني مش تقيل ومش خفيف، يعني مش سايب خالص، وفي نفس الوقت مش تقيل، مش تقيل زي خليط الكيكة، لأ، أخف يعني. الخلطة دي زي ما قُلت لِك ممكن تحطّي فيها بيض وممكن ما تحطّيش، براحتِك خالص. هنا بقى الإضافة اللي هي معلقة نشا كبيرة، معلقة نشا كبيرة ضفناها على كمية الدقيق اللي هي تلتين الدقيق اللي كانوا معانا، اللي حطينا عليهم البهارات بتاعتنا، اللي هي بابريكا، توم باودر، بصل باودر، فلفل أسمر، ملح، تمام. كده خلاص، وهنجيب بقى هتكون الفراخ بتاعتنا أو الستريبس بتاعتنا، كنا حاطينها تتبل، بعد كده هنجيبها عشان نعملها في الخلطة دي. دلوقتي عملت إيه، حطت مَيّة فيها ملح وعليها معلقتين زيت كبار عشان تعمل المكرونة. سابتها زي ما أنتِ شايفة لغاية ما غلت كده، المَيّة غليت وبعدين نزلت عليهم بالمكرونة. طبعًا دي أكلة سهلة جدًا يعني بسيطة، وممكن كل بناتنا يعملوها، يعني بكل سهولة تدخّليهم المطبخ ويعملوها بمنتهى السهولة. هي حطّت المكرونة وبتقلّبها أهي عشان المكرونة كلّها تبقى إيه، مفلفلة كده، ما تبقاش معجنة يعني وماسكة في بعضها. هتقلّبها كويس وبعدين هتسيبها تغلي، وبعد كده تصفّيها وتعمل الصلصة بتاعتها. أنا قُلت لكم قبل كده في كل الفيديوهات بتاعتي إن ولادي ما بيحبّوش يشوفوا البصل في الصلصة، فبنعمل إيه، بنعمل الصلصة بتاعتنا الطماطم في الخلاط معاها البصلاية أو وفص توم كمان لو حابة، فلفلاية خضرا كمان لو حابة، وبنضربهم في الخلاط. هي دي التسبيكة بتاعتنا اللي بنعملها بصراحة لأغلب للمحشي، للمكرونة، يعني حاجات كتير بصراحة، يعني عشان البصل ما يبقاش باين في الخلطة قد كده. دلوقتي حطيتها، هتحط
طماطم تضربها في الخلاط زي ما انت شايفة بالبصلة، وبعد كده هتنزل بيها، هتحط في الطاسة معلقتين زيت وهتنزل بيها على الزيت. اهو بتوريكي هنا ان المكرونة كانت خلاص كده اتسلقت، وزي ما انت شايفة مش معجنة وجميلة اهي. هتاخدها بقى تصفيها من المية، وبعد كده هتنزل زي ما قلت لك، هتحط معلقتين زيت كبار، وهتنزل بالصلصة او الطماطم اللي احنا ضربناها بالبصل وفص الثوم او بفلفلاية خضراء. لو حباها حامية بتحط فلفلاية حامية براحتك خالص. هتنزلها بقى في الطاسة على زيت سخن زي ما انت شايفة، بتبقى الطماطم مش باين فيها البصل. في ناس كتير بتحبها تعملها للتقلية، اللي هي البصل تحمره الأول. لا بصراحة يعني ده بيبقى ني في ني، وكمان أسرع وأسهل، يعني في مميزات كتير الصراحة يعني. هتنزل على الصلصة أو الطماطم دي بمكعب مرقة، نص معلقة فلفل أسمر أو ربع معلقة حسب ما انتي بتحبي الفلفل الأسمر، وكمان نص معلقة ملح عشان خاطر المرقة بيبقى فيها ملح، فتخلي بالك من الملح بتاعك. وممكن كمان تحطي نص معلقة سكر عشان الحموضة بتاعة الطماطم تعادل الحموضة يعني. دي الصلصة بتاعتنا هتتسبك تتسبك، وبعد كده هتحطها على المكرونة. زي ما قلت لك سيبي البنات يدخلوا براحتهم في المطبخ، خليهم يعملوا ويجربوا، مش مشكلة لما يبوظوا مرة مرتين تلاتة، ايه المشكلة؟ بس المهم انهم يتعلموا. ويا بخت اللي عندها بنات، يعني يا بختي كده. ربنا يحميهم يا رب ويبارك فيهم، ويدي للي عايز يا رب، يرزق كل واحد بالذرية الصالحة يا رب ويبارك فيهم. هنا طلعت اهي الستريبس، طلعته بقى من التلاجة. كان خلاص اتنقع بعد ما هي عملت المكرونة. الوقت اللي هي عملت فيه المكرونة هي كان الوقت اللي سابت التتبيلة، الفراخ في التتبيلة. اهي بتطلعه بقى على الخلطة بتاعتنا اللي هي السايلة، وبعد كده بتطلعه على الدقيق، تقلبه في الدقيق كويس جدا من كل الجوانب مرة واتنين، وبتحطه بقى في طبق، عشان بعد كده بتعمل كل الكمية اللي معاها. زي ما انت شايفة عملت الكمية كلها اهي. الدبوس والجناح كانت زودتهم. الدبوس طبعا بتبقى يعني ايه برضو شقاه كده، او يعني عشان ايه يستوى. دي المكرونة بتاعتنا اهي بعد ما حطت عليها التسبيكة وسابتها بقى عشان تتلدن وتستوى براحتها. وبعد كده هتبدأ تحمر زي ما انت شايفة. صراحة هي حمرت الدبوس والجناح شوية زيادة، لأن هي ايه كانت خايفة ان هو ما يبقاش مستوي يعني. والله طلعت تحفة تحفة يا بنات، تسلم ايديها وعينيها، وربنا يخليها لي ويبارك لي فيها هي واخواتها يا رب. دي كان الوصفة بتاعتنا في قناة أم طارق وعمايل ايديها. مستنية منكم بقى اللايك ودعوة حلوة منكم كده البنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.